السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ارتأيت أن أرد على سؤالين من عمالقة التحليل السياسي، والذين فضلوا أن يجدوا في فرنسا موقعا لهم للتعبير بكل حرية عما يحدث هنا بالجزائر. إذا كنا شفنا المسلسل، يعني والله يعني حتى أنه أصبح مسلسل تركي ممل. يعني احنا والفنا المسلسلات السورية والمصرية وحتى الجزائرية أنه يعني 15 حلقة 30 حلقة ماكسيموم، هذا مسلسل طوال وكرهنا من ملته. المهم يعني المسلسل نتاع من الرئيس الجزائري المتواجد في الخارج، ومن الرئيس الجزائري المتواجد في المستشفيات ألمانيا، ومن شنقريحة اللي ما شافوش، وجاء الآن مسلسل الجن، يعني رئيس المخابرات الجزائرية. وخرجوا قال لك شوفوا، قال لك هرب في بوطي، مخابرات جزائرية وهرب في بوطي، ودا معاه جماعة يعني بلطجية كما محمد رمضان وفيما تتوعه، يعني كي يلقاوه الشرطة البحرية تاع إسبانيا يعرف يدافع على روحه. يعني فيلم هندي. شفت هذاك الفيلم تاع هندي اللي يجوه جيش مسلح وهو يغلبهم بحجرة كيما هذا. ومن بعد يعني شوفوا بن بعرة، فرس النهر، فرس البحر، ويعني واخواتاتهم، يعني كل واحد خرج لنا بسيناريو، وما كانش سيناريو يشبه سيناريو. يعني شوفوا روحوا بوليوود، يعني السينما الهندية، روحوا ديروا فيلمات، عندكم مستقبل غادي. ومن بعد كي ظهر الجن، كيما ظهر الرئيس الجزائري، وكيما ظهر شنقريحة، وكيما ظهر رئيس المخابرات، قال لك هادو باش يغطوا على هذه بوبعرة على 26 مليار، يعني كلفهم هذا الشيء 26 مليار. انتم قلتوا هرب، وقلتوا اسرار تاع المخابرات غادي ساي تخرج، نخلصوا 26 مليار ولا 100 مليار. اسكو 100 مليار وين تجي قدام اسرار دوله؟ نتوما قلتوا هرب وصاي دبروا على رواحكم وغادي اسرار الكابرانات. ها راه تصور مع في تصويره محاضر مع الرئيس وكاع يا سيدي، لا جبناه بالدراهم وادميتون وصل لاسبانيا. سافو دير الامن الاسباني رجعه لنا. ايا شكون غالب؟ راه المخابرات نتاعكم اللي هرب ومازال ما رجعش، ولا المخابرات تاعنا اللي قضبناه في يومين، داك اليومين اللي درتو فيها ديك المعمعه. راني نقول لكم ادميتون لي نقول يا سيدي انه هذيك القضيه تاع الهروب تاعو كاينه منها، يا سيدي نقولوا كاينه منها، ولكن جبناه راه هنا، راه كما قلتي لا دار يخلص ولا ما دارش، راه في الامان في دويرته مع اهله. انتوما دروك ما زلتوا شوفوا كي السيناريو تاع الهروب تاعو طاح في الماء، دروك قال لك لا، داروا المجهود تاعو باش يحكموه، باش يغطوا على قضيه واحده اخرى. راكم قلتوها فمكم، داروا المجهود وقضبوه ولا هرب رجعوه. ديروها نتوما هذا ما نقول. القضيه الثانيه قال لك انتوما الجزائر كاع العام وهي مجلس الامن الدولي وقضيه الفلسطينيه. انتوما علاش ما حضرتوش في الجمعيات العامه اللي دارها ترامب؟ بيسكو انتوما راكم تهضروا بالاسم نتاع القضيه الفلسطينيه. قلت هل شوف الجواب في سؤالك. دروك واحد يطلب بمعاقبة نتنياهو، واحد يطلب قطع التطبيع، واحد يطلب باش نديروا ماشي إدانة وإنما عقوبات على الحكومة المتطرفة. يعرضه ترامب. هذا الإنسان اللي طالب بهذا الشيء يعرضه ترامب، إنسان جاي ضد السياسة نتاعو، السياسة فيما يخص العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، جاي ضدها من آلف لليا. ما عاقبناش بسببها، بما أنه راه يدير علاقات اقتصادية معنا، وإنما ما استدعاناش لأنه الآراء السياسية فيما يخص القضية الفلسطينية متخالفين فيها، وما يقدرش يجيب واحد
كان كل سيمانه يدير طلب ويلم المجلس الامن الدولي ويتحدى امريكا، والامريكا هي الدوله الوحيده اللي ترفض الفيتو نتاعها، والجزائري يقابلهم بالتصاوير. هاو هاد هاكونك يعني كون عندك غير شويه نتاع مخ تفهمها وحدك، وهذا شرف لنا اننا ما يستدعيناش، لاننا الوحيدين اللي نقولوا حقيقته في وجهه. وبدات مصر يعني في الفتره الاخيره انا نشوفوا عندها واحد المواقف ان شاء الله تكمل فيها، بدليل انها ما حضرتش القمه، يعني جاها طلب وما حضرتهاش. هل الجواب كما نقولوا في مستوى التعليق البايخ ام لا؟ نتمنى شوقي بوبعرة دا الصرف نتاعو، ونتمنى هذاك المحلل السياسي المغربي اللي قال لك الجزائر كاع العام وهي تنادي بالقضيه الفلسطينيه وما عرضوهاش نهار الصح. هاني عطيتك الجواب، وفي الجواب صفعه اخرى. مع السلامه، تحياتنا لكم.